احسن احساس بقى حسيته الفتره ديت العزله عن العالم الخارجي كله، زي ما قلت لك من اول الفيديو، فيشتك عن العالم اتفصلت. ابعد حاجه ممكن تعرفها لو انت مهتم اصلا الخناقه اللي على اول شارع. طول الفتره ديت بقى سمعت عن كذا لا، طب شفت كذا لا، طب عرفت فلان عمل ايه برضه لا. راحه وامان مفيش بعد كده الصراحه، وتحس ان العالم اهدى وابطأ عن الاول. ودي بجد من اكتر عيوب التكنولوجيا والسوشيال ميديا اللي انا بكرهها. الجري طول الوقت، وطول الوقت عمال تعدي على ناس عمالة تروح وتيجي وتنجح وتعمل، وانت اللي تلاقي نفسك انت الوحيد اللي قاعد في البيت، ودايما بتحس بالنقص وتحس ان في حاجة غلط، والناس كلها بتجري وانت بس اللي واقف مكانك. وبجد الحوار متعب جدا وبيحصل بسببه كوارث كتير جدا، اتكلمت عنهم الفيديوهين اللي فاتوا، ابقى ارجع شوفهم. وطول الفترة ديت بقى ما بشوفش فيديوهات مصايف ولا ناس بتطير ولا ناس بتروح ولا ناس بتيجي، وحاجات بالاجبار بتأثر عليك من غير ما تاخد بالك. انا مثلا في المونتاج يوم ما بحب اعرض خدمتي على حد، يوم ما باجي اشوف على النت حد احسن مني،